معايا قصة قصيرة النهاردة بعنوان من حيث لا يعكس. قصة هتعجبك، رعب. حاول تندمج في أحداثها وتفاصيلها، وحاول تكمل الفيديو لحد النهاية. ومتنساش تحط اللايك بتاعك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تشير الفيديو لأصحابك وقرايبك عشان يستمتعوا بالقصة. ويلا بينا نبدأ وعلى بركة الله. لو عمرك افتكرت إنك لوحدك في أوضتك وإنك الوحيد اللي سامع صوت أنفاسك، افتكر إن في حاجة تانية بتتنفس حواليك من غير ما تشوفها. ولو عمرك حسيت ان في حد بيبصلك من ورا ظهرك، ما تتلفتش، لان يمكن تكون صح، هو اصلا ورا منك. في حاجات ما ينفعش نلعب معاها في اماكن مجرد دخولك ليها بيكون اتفاق غير مباشر، اتفاق عمرك ما تعرفه غير لما تدفع ثمنه. انا اسمي كريم، عندي 21 سنة، ساكن في شبرا. عمري ما كنت مؤمن بحاجة اسمها مس شيطاني او ارواح، وكنت دايما اضحك على اي حد يتكلم عن الحاجات دي. بس اللي شفته من سنة خلاني اتمنى ان افضل جاهل طول عمري. القصة بدأت لما انا وصاحبي ادهم قررنا ندخل بيت مهجور مشهور في المنطقة عندنا ببيت الكبير، قديم بواجهة سودا كأنه طالع من فيلم رعب. كانوا بيقولوا انه متساب بقاله اكتر من 30 سنة بعد حادثة قتل حصلت فيه، والبنت اللي اتقتلت لسه روحها بتصرخ كل ليلة. طبعا انا ضحكت، قلت له يا عم بطل هري، ده بيت فاضي محدش عايز يشتريه وخلاص. رد عليا ادم وهو بيولع سيجارة، طيب ندخله ولا خايف؟ قلت له بثقة يلا بينا. عايز اضحك شوية. وصلنا عند البيت الساعة 1 بعد نص الليل. الباب كان مقفول، بس مجرد ما ادهم لمس بايده اتفتح لوحده كأنه مستنينا. وقتها ضحكت وقلت يا سلام، الترحيب الملكي. دخلنا. اول ما رجلي لمس الارض كان في برد غريب، مش برد جوه الشقة، برد بيزحف جوه جسمك، ريحة موت وعتمت ريحة المكان. بس اكتر حاجة ضايقتني ان المكان كان اهدى من اللازم، مفيش صوت حتى للهوا. ادهم خرج من جيبه كشاف صغير وقال بص، هنطلع الدور التاني، بيقولوا الحادثة كانت هناك. طلعنا السلم، كل درجة كانت بتزايق بصوت عالي وكأنها بتصرخ من الوجع، لحد ما وصلنا أوضة بابها محروق ومقفول بقفل. أول ما النور الكشاف دخل الأوضة شفنا سرير قديم وعليه بطانية سودا متوسخة، لكن المفاجأة كانت في الحيطة مكتوب عليها بالدم ارجع قبل ما يفوت الأوان. أنا قلبي وقع، بس حاولت أمثل الرجولة، أكيد حد من العيال كتب الكلام ده. فجأة الباب اتقفل لوحده ورا ظهرنا بقوة، لدرجة إن أدهم اتنفض الكشاف من إيده. وأول ما النور وقع سمعنا صوت همس جوه الأوضة، صوت واحدة بتتنفس بصعوبة بتقول ليه جيتوا؟ أدهم مسك إيدي وقال بخوف واضح كريم، في حد هنا؟ قلت بصوت مهزوز مين؟ مين معانا؟ مفيش رد غير صوت خطوات جاية من ناحية الباب ببطء، تك تك تك. وبعدين الباب اتفتح لوحده. جرينا بسرعة ننزل على السلم، بس لما وصلنا الدور الأرضي لقينا الباب اللي دخلنا منه اختفى، مكان الحيطة كاملة ما فيهاش حتى أثر لفتحة صغيرة نهرب منها. أدهم صرخ ايه ده؟ الباب كان هنا. فجأة سمعنا صوت صريخ واحدة ست، صرخة طويلة ممزوجة بوجع وغضب، وصوت خلى قلبي يقف. وفجأة النور اتقطع والبيت كله بقى ضلمة. أدهم مسك ايدي وقال هنموت، هنموت يا كريم. قلت له اسكت، لو سمعونا ممكن. بس قبل ما اكمل الكلام سمعنا صوت تكسير ازاز فوق دماغنا، وبعدين صوت جري ناس كتير على السلم، بس مفيش حد ظاهر. النور جه تاني فجأة، ولقينا قدامنا بنت واقفة في نص الصالة، جسمها متكسر كأنه اتعرض لحادث، رقبتها ملوية على جنب ودم ناشف على وشها. بس أكتر حاجة خوفتني كانت عينيها، كانت سودة بالكامل ما فيهاش بياض. بصت ليا وقالت بصوت تخين كنتوا فين لما صرخت؟ كنتوا فين لما طلبت النجدة؟ محدش سمعني. بعدها بصت على أدهم وقالت بتضحك؟ حتى لو انت شايفني بتضحك؟ فجأة جسمها اتشنج واتحرك بسرعة مش طبيعية، في ثانية كانت واقفة ورا أدهم من غير ما نشوفها بتتحرك.
فجأة لقيت نفسي مرمي برا البيت على الرصيف، زي ما حد سحبني كده ورماني. بصيت حواليا، البيت كان مقفول وكأنه ما اتفتحش من سنين. مفيش صوت، مفيش أدهم. بلغت الشرطة بس لما رجعنا تاني مفيش أي باب بيتفتح، مفيش أي حفرة ولا أي دليل إن في حد كان جوه أصلا. أدهم اختفى نهائيا، ولا حد لقى جثته ولا سمع صوته. بس كل يوم الساعة 1 بالليل باب البيت بيتفتح لوحده، وبسمع صوت بينادي من جوه: كريم، ليه سبتني؟ ومن يومها أي صوت تكسير أو زنة باب أتنفض، عشان بقيت أعرف إن في حاجة بتيجي من حيث لا نعلم، وبتاخدك إلى داخل عالمها من غير ما ترجع. لو يوم من الأيام سمعت صرخة في مكان مهجور، أرجوك ما تروحش. يمكن تكون الصرخة مش مطلوب للمساعدة، يمكن تكون فخ. طبعا لو انتوا وصلتوا لحد آخر القصة أنا بشكركم جدا، وهنبسط جدا لو انتوا عملتوا لايك، شيرت الفيديو لغيرك عشان يستمتع بالقصة. متنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وتكتب تعليق حلو كده، وتعمل مشاركة للفيديو عشان غيرك يستمتع بالقصة. وسلام.